الاخوان الحلقه ديال اليوم خطيره بزاف لدرجه غنبينوا لكم الاسرار ديال البوليس المغربي، واش تيضرب الناس وتيعلقهم وتيعذبهم باش يعترفوا، اولا واش دوك الفراده اللي تيهزوا عامرين ولا خاويين، وعلاش البعض كيقول لك باللي حتى كيكون الدم عاد كيجي، وشنو خصك دير باش تولي حتى انت بوليسي، وعلاش البعض ملي كيسمع المخابرات المغربيه كيتخلع. اليوم غنهضروا على اسرار المؤسسه الامنيه في المغرب. وقف عليا هذا الشخص هذا، حط عليا جنويه كيقولوا له 17 ولا مع 22، حط عليا قال لي غندي لك التليفون بلا ما تدوي ما والو. هاد السيد جا مع الوحده ديال الليل كيتهدد عليا، كيدي ليا من لاكيس صحه، انا عندي محل ديال الماكله، مسقنا مع الشرطه جاو داروا التدخل ديالهم في الوقت المناسب، بقاو كيهدد فيا بجنوي. غادا كان هو مضارب مع شي دراري، كان هو جالس شي واحد هنايا فدخل لي هنايا، شافني انا دايزه انا اختي وهز الصاك، قال لي حط هذاك الصاك ولا غنخسر لك وجهك، صافي انا لحتو ليه داه هرب، كان هز واحد الجنويه كبيره، كيف ديكلاريت بيه كيف جابو الصراحه. هادو ماشي بوليس عاديين اللي تنعرفوا، مثلا هاد الفرقه كتعتبر من اخطر واقوى الفرق لمكافحه الجريمه والعصابات، الباك. هادو سيدي لن يشوع لك وداروك في راسهم، فهاد الحاله كنسميوك مسخوط الوالدين. هاد الفرقه الاخوان دار الحموشي بالضبط في 2018 ملي مدينه سلا خرجت عن السيطره في الاجرام والعصابات، والعمل الجبار اللي دارته هاد الفرقه في خفض معدل الجريمه تما خلى المديريه العامه للامن الوطني تفكر وتقول لك باللي خصنا نديروا فروع اخرين بحال اكادير، طنجه، دار بيضاء وبزاف ديال المدن. نسيت واحد الحاجه اللي مهمه الاخوان، هاد الاسبوع غتكونوا كاملين لاحظتوا التحول ديال الاسم في القناه والفيديوهات مشاو، ما بغيتش ندير بحال البعض ونبدا نحكي لكم على التفاصيل وكيفاش بقينا بلا نعاس اولا نبدا نبكي عليكم. ما علينا سيدي، المهم هاد الجهات الخارجيه اللي استهدفتنا اولا اللي حاولات تستهدفنا راه بغينا نقول لكم باللي احنا راه ضابطين الشغل، وتنبغي نعتذر من المتتبعين. المهم غادي نرجعوا للفرقه اللي ما كتعرفش النعاس وما كتامنش بالمقوله اللي كتقول لك فلنؤجل عمل اليوم الى الغد، حيث صادفنا في طريقنا شابين اللي تعرضوا لسرقه دراجتهم الناريه. بعد اخذ المعطيات تمكنت الفرقه من توقيف المشتبه به والملقب لافافيت بسرعه قياسيه ما كتعداش 5 دقائق. هذا الاخوان سميتهم مسخوط الوالدين اللي هضرنا عليه. 5 دقائق خليو السيده ترتاح. المهم باش ندخلوا في الموضوع، بزاف ديال الناس كل مره كيشوفوا بوليسي في شكل، هذا حاضي الطريق، هذاك خدام في الاداره، كاينين وحدين خاصين كيجيبوا الخبر. كيفاش؟ وتبعوا معايا القضيه مزيان راه سهله. اول حاجه المديريه العامه للامن الوطني DGSN اللي تاسست في 1956 مباشره بعد الاستقلال. رجعنا سيدي للمرسوم 2/10/84 اللي تينظم لنا الاختصاصات ديال المديريات المركزيه التابعه ليها. تلقاو سيدي في الماده الثانيه على انها كتالف اولا من مديريه امن القصور والاقامات الملكيه. هادي وصلتي للقصر. اللي خصنا نعرفوا على انه في 2018 ولات هاد المديريه ديال القصور تحت اشراف المدير العام للامن الوطني، وهما سيدي اللي تيديروا لك واحد الخطه محكمه وتصميم وتنسيق باش يامنوا لنا المحيط اللي كاين فيه صاحب الجلاله، ويامنوا التنقلات ديال العائله الملكيه والناس اللي باغيين يوليو قرد كورات ديال الملك. القضيه راه ولات في صالح ولاد الشعب والقضيه سهلت. وبالمناسبه الاخوان الحراس اللي كتشوفوا مع الملك اللي تيكونوا القدام هادوك تيكونوا غير طلائعيون، معنى كيشوفوا ويشمشموا اش كاين تما، بينما كاين واحد الحراس اخرين اسمه الحراس المقاتلون. هذوك سيدي راهم اللي عندهم هذاك السلاح الثقيل وعندهم تداريب خاصه في الرمايه وفنون القتال والتدخل السريع. هاد البوليزاريو ما غيمشيو تيقتلونا شي نهار بالضحك. تخيلوا معايا دابا الاخوان المغرب جايب اخر ما كاين في الدرونات المقاتله بنسبه خطا شبه منعدم، وواحد كيتريني على مشيه السلحوات، وواحد بغى ينقص العافيه طاح تخشى فيها. ما علينا الاخوان، نجي نرجعوا دابا للموضوع ديالنا. دابا غندوزوا للمديريه ديال الشرطه القضائيه. كاين اللي كيسميها دار مالي الوقت، كاين اللي كيشوف الصطافيت ديالها تيهرب كيقول لك الواشمه جايه، وكاين اللي كيبات عندهم واحد 48 ساعه ولا 24 ساعه وملي تيرجع تيقول لك بتنا في لابيجي. بحال حنا اللي عندكم اليوم ماشي نتوما اللي عندنا. شعلوا لينا الضوء الله يهديكم الناس باش نخدموا، ما نتخيلوش بان حنا اللي عند السيد خيسي. ولكن ديال بكري واقيلا ما بقاش دابا عندكم هاد الاجواء ديال الكحوليه، البيرو ما فيش الضوء بزاف، الاجواء عاديه فيها الاناره وفيها جميع الامور اللي يحس الانسان بان الكرامه ديالو مصونه ومحفوظه داخل مؤسسه اللي هي مرفق عام. ركزوا معايا مزيان الاخوان على الكلمه ديال ان المديريه او الاداره ديال البوليس هي مرفق عام، لانه مازال البعض كيعتقد على ان دوك الموظفين ديال الشرطه كيستعملوا حاليا واحد الاساليب ديال التعذيب والضوء المبارد كيقطر عليك في سبيل انهم باش يخرجوا منك دوك الاعترافات. وهادشي غالبيته كيرجع لدوك الاباء ولا الاجداد ديالنا اللي بالضبط عاشوا في المغرب ديال سنوات الجمر والرصاص، في الوقت اللي كانوا جماعات كيهدوا الاستقرار ديال البلاد والوحده الترابيه ديالو. وللاسف ما عارفينش باللي حاليا الشرطه المغربيه اولا نقولوا من نهايه التسعينات اللي كان عندها المفهوم ديال فلسفه القرب، ومن بعد تحولت لشرطه مواطنه لدرجه انك سيدي وليتي كتمشي لدوك الادارات ديال الامن كتسارى فيهم بشكل عادي، وهاد الادارات كيقدموا لك سيدي واحد الخدمات كاع، يصوب لك لاكارت
كارت شهادات الاقامه، وبدات كتمشي من عند المغاربه واحد الفكره اللي كانت عند اجدادنا وابائنا اللي كانوا واحد اللحظه ملي كيبغيو يدوزوا من عند شي كوميساريه خصهم يدوزوا بعد منا بواحد الكيلومتر ولا جوج، وكاينه علق. ولكن صراحه هذا الشيء كيف ما عنده واحد الايجابيات، للاسف كاين بعض الناس اللي مازال شويه متخلفين ولاو تيمشيو عند هاد الموظفين اولا بصفه عامه هاد المرافق الامنيه وتيديروا الفوضى تما بحال ولد الشينويه مثلا اخر مثال، اولا هاد كريمه غيت اللي سيدي مشات عند واحد البوليسي في المطار ديال مراكش وهانتو ودابا راها مدانه بشهرين ديال الحبس. ما علينا، نرجعوا للموضوع الاخوان ديال الشرطه القضائيه اللي حتى هما في الاغلب تيكونوا سيفيل، وهما هذوك النوع ديال الشرطه اللي كيتوجهوا لهم المواطنين ملي مثلا تتكون شي سرقه او اعتداء، وهما اللي تيقوموا بالابحاث والتحريات وجمع الادله والبحث على المشتبه به. وإلا خدينا غير على سبيل المثال في 2013 داك الرقم 19 ديال النجده اللي عندنا في المغرب اللي من خلاله كنتواصلوا مع هذا المرفق الامني، غير في 2023 اكثر من 20 مليون اتصال. وللاسف كاين الاغلبيه اللي كيتصل بهم وتيقول لهم الو 19 راه صفيناها لواحد البوليسي منكم وبقيتوا غير 18. اسمح لي هذه عرفتها ما كتضحكش، ولكن الاخوان هذه كتسمى بساله، حيت في اغلبيه اللحظات انت ملي كتصوني كتعمر واحد الخط اللي واحد اخر محتاج هذيك النجده. هنا كتدخل في مساله عرقله سير مرفق حساس، او ملي سيدي غيشدوك راك غادي تخلص. وحده راه مشات بعيد كاع وجايه من البرازيل، قال لك سيدي على انها مؤثره ونجمه التلفزيون الواقع، وجات سيدي وطرشت انها مع واحد البوليسي في مراكش. والله الا طرشاتو لا وحيحات على الشيء الاخر مزيان، والسيده سكرانه. ملي سيدي جينا نقلبوا على هاد عارضه الازياء البرازيليه اللي تيقول لهم مشهوره، هاد ليزيان غوتيريز لقيناها مشهوره سيدي، قال لك في البرازيل وفي امريكا واوكرانيا باللي غا كدور وكتصرفق في البوليس. هذه شي متلازمه جديده ما فراسناش. ولكن المشكل هو ان الاغلبيه ديال القضايا ديالها في البرازيل ولا في دول اخرى اغلبيتها كانت كتخرج بشي طرق اللي متبعني. المهم سيدي باش نعاودوا لكم شنو وقع، السيده كانت سكرانه ناشطه مع راسها في واحد الفندق، خرجت من تما توجهت عند رجال الامن، هادشي راه بالكاميرات راه كلشي موثق، بدات كتنوض معاهم، صرفقت الاول هجمات على الاخرين ما خلات فيهم. لو المشكله هي خلاو حتى صحات وفاقت، قالت لهم بلي انا جيت عندكم وما رديتوش ليا الهاتف اللي كان مسروق ليا، شو واش كانت كتحلم ولا؟ ملي رجال الامن مشاو كيقلبوا لقاو السيده ما عمرها جات قدمت شي شكايه بشي هاتف مسروق. المهم سيدي رجال الامن رجعوا لذوك الكاميرات وتبتوا عليها الدليل ديال الصفعه اللي عطات الرجل الامن وديال الفوضى اللي دارت، ودوزوها سيدي للمحاكمه وضربوها بشهر معززه مكرمه في السجن المحلي. واكيد في التطورات كامله اللي وقعت داروا ليها الفحوصات قبل، وحتى ملي خرجت من السجن وما لقاو عندها حتى شي حاجه وحتى شي حد ما قيسها، حيت بكل بساطه هادو عندنا عارفين على انها غتمشي تبرح تما. وداكشي اللي دارت مشات سيدي وبدات كتهضر في الجرائد البريطانيه، قالت لهم ما عمرني غنبقى نرجع للمغرب. ولاش غترجع؟ انا تشهيت اكون جات في سنوات الجمر والرصاص. ولكن دوما الشرطه دابا حاليا كتطبق القانون وكتخدم باحترافيه، وهذا الشيء غيدوزنا لاهم نقطه كاينه في الحلقه. فعلاش مازال كيتطرح السؤال عند البعض وتيقول لك على ان البوليس ما تيجيوش حتى تيكون الدم؟ فالامور هنا ماشي كيف ما كيقولوا. هنا خصك تفهم غير داك الفرق الاساسي بين ضباط الامن اللي الدور ديالهم تيكون تقريبا وقائي، واغلبيتهم تيكونوا في دوك التظاهرات سواء الرياضيه او الموسيقيه، والهدف ديالهم هو الحفاظ على الامن والسلامه ديال الزوار، وما كيكونش عندهم صلاحيات واسعه بحال التحقيق والاعتقال. وكاين عندنا في الطرف الاخر ضباط الشرطه، هادو سيدي هما اللي تتكون عندهم صلاحيات واسعه في التحقيق وتنفيذ اوامر القاء القبض. ديك. وبما انه جبدنا هذا الموضوع انا غنعطيكم واحد القضيه اللي كتكرر عند رجال الامن. مثلا كتلقى واحد المراه يوميا كتجي كتشكي على راجلها، وانا ري راجلي ضربني. فاش سيدي كيمشيو معاه وكيشوفوا هذا الراجل اللي ضربها تيلقاو السيد مسكين زحاف اولا مشلل وما قادرش يهز حتى يدو، وتجي تشكي بيه اليوم وتشكي بيه الغد وتشكي بيه بعد الغد، حتى كتطلع لهم في الراس. فراه عادي انك لا جرجرتي البوليس واحد 10 المرات دير بحساب ان المره رقم 11 راه يقدروا ما يكونوش جديين معاك. وهذا الشيء كنشوفوه عند اغلبيه العائلات في بعض الاحياء الشعبيه، تيكونوا معروفين كل نهار خاص طافيت تجي عنده كل نهار. المهم دابا غادي ندوزو لما يسمى بالاستعلامات العامه، وهذه هي الاساس ديال الامن في كل بلاد، واغلبيتهم كيكونوا واحد الناس اللي متنكرين قبل ما تعرفهم، وتيكونوا في بعض الاماكن الحساسه. مثلا كيراقبوا بعض الاحزاب او بعض الجمعيات او دوك التظاهرات ولا المظاهرات، عندهم هدف واحد هو انهم تيصوروا تيعمروا التقرير تيرسلوه. والدوله اللي كيكون عندها هذا الجهاز قوي كتكون محافظه على الثبات ديالها، بحال روسيا وامريكا. البق ما يزهق، حيت الاغلبيه ما فاهمش على انك في واحد الدوله اللي كاين بزاف ديال الاعداء باغيين يطيحوها. داكشي علاش مهم انه خصنا نحطوا العين باش ما يغدرنا حد. وللامانه هاد الاستعلامات العامه الاغلبيه
هما اللي كيرسلوا المعلومات، يا اما المخابرات يا اما جهات اخرى، باش كيلقيو القبض على دوك المنظمات الارهابيه والتفكيك ديالها. وكل واحد باش مختص، كاين اللي مراقب البزنازه، كاين اللي كيراقب دوك العصابات الكبار. فباختصار عندنا بزاف ديال المديريات والاقسام والمصالح. انا عارف باللي بديتو كتدوخو كثرت عليكم، ولكن اللي خصكم تعرفوا هو ان المديريه العامه للامن الوطني بحال شي خليه ديال النحل، كل واحد كيقوم بواحد الدور مختلف، ولكن الهدف هو واحد: حمايه الوطن والمواطنين. وعندها كيسحب لكم بحال البعض بان مفهوم البوليسي عندنا فقط هو داك الموظف اللي كيركب في الطوموبيل وكيخرج كيقلب على المجرمين. فراه القضيه كبر من هادشي بزاف ومعقده. فمثلا الا خدينا المديريه ديال الموارد البشريه اللي بالضبط كتخصص في المساله ديال التوظيف ديال هاد الموظفين في هاد السلك ديال الامن، فكل مره كتنوض وكتخرج واحد الكونكور وكطلب فيه واحد الناس مختصين في واحد المجالات محدده بحال الشبكات المعلوماتيه، اطباء، مهندسين، اصحاب الضوء، اصحاب الماء، اللي جا في بالي، قانون، اقتصاد، وحتى علم النفس. المهم تيحاولوا على انهم يستافدوا من جميع هاد الفئات ومختلف التخصصات باش يفهموا العقليه ديال المجرم، وباش اي مختص ولا اي مجال بغيناه كنلقوا واحد الموظف مختص عندنا في الامن غيدير لنا ديك الحاجه. صادفات شخص حاول الهرب وهو في حاله انتشاء، وبالحوزه ديالو مصحي لقى حاد وعلبتين من المؤثرات العقليه، وحصلت كذلك بالحوزه ديالو على مبلغ مالي كبير مجهول المصدر، وهو من ذوي السوابق القضائيه في السرقه واللي مبحوث عنه. قال لي والله الشاب انا غير حلاق. السيد مرفوع في حاله غير طبيعيه وعنده موس ديال الحلاقه، آلة حاده بدون اي سبب في الزنقه وبالليل، اللي غالبا غتكون من اجل شي حاجه خايبه، زياده على انه قال لك عنده سوابق قضائيه ومبحوث عنه، ولكن ما تعرف ثاني يكون بصح نيت ناوي خارج يحسن لشي حد. ما علينا الاخوان، دابا كيفاش تولي بوليسي في المغرب، هذه هي اهم حاجه في هذه الحلقه. فالقضيه عاديه، كتسنى ما يسمى بالكونكور او المباراه اللي كتفتحها هذه المديريه ديال الموارد البشريه، على حسب مره تكون مره في العام اولا تقدر جوج، المهم على حسب الخصاص. والاهم من هذا الشيء هو ان هذا الشيء كامل مخصص لاولاد الشعب، معنى اي واحد يقدر يدخل ويتسجل في البوابه الالكترونيه ديالهم، وكتختار شنو بغيتي تولي على حساب الشهاده اللي عندك، واش مثلا حارس امن في حاله عندك الباك، اولا مفتش في حاله كنتي زايد واحد العام فوق الباك، اولا ضابط شرطه الا كانت عندك سنتين فوق الباك، اولا انت لا عندك شهاده الاجازه سير دفع للعمداء، اي بمعنى باش تولي كوميسير. والاختبارات كتكون سهله، اختبار كتابي خاصك تنجح فيه، سير سيدي وجد داكشي راه هما كيقولوا لك شنو تراجع، وملي يا سيدي تنجح في الكتابي غادي تدوز لمرحله الشفوي، ومن وراك تكون المقابله مع الطبيب. عاد المسائل النفسيه نتوما راكم عارفين ان هادشي مهم، راه ما يمكنش يدخلوا للسلك ديال الشرطه شي حد احمق اولا شي حد ما عارفش شنو كيدير، راه القضيه صعيبه، راه خصو يحمي المواطن وغيعطي واحد السلاح. داكشي علاش كيكون الانتقاء بواحد الطريقه حساسه، ماشي اللعبه هذا. حبذا لو كنتي واحد الشخص اللي هو قافز وفي نفس الوقت ثقيل ورزين، وملي سيدي كيتم الاختيار ديالك وتيعيطوا لك تدوز للمرحله ديال التدريب، بمعنى خصهم يركبوا فيك هذاك الانضباط. خلي لي داك الشيء ديال ما تفيق حتى ل 12 تيخلوك تشد الطريقه معلم، اولا كيف ما كيقولوا جدادنا تيرجلوك، زياده على التكوين اللي كيقريوك كيفاش تتعامل سواء مع الحالات القانونيه سواء مع المواطنين سواء مع المواطنات، واهم حاجه كتريني على السلاح. اي هما ما تيكونوش بحال الدرك الملكي ولا القوات المسلحه اللي تيكون داك الاطار ديالها راه عسكري، لا القضيه عند الامن شويه مختلفه، هي شبه عسكري، ولكن هادشي ما كيمنعش انهم ناس كيولوا محترفين باش يشدوا السلاح وعارفين بالضبط الوقت اللي يقدروا يستخدموه والوقت اللي ما عندكش الحق انك تخدمه. لقينا بقيه من قاعه المواصلات المفاد ديالها ان جوج الاشخاص كيعثروا في سبيل المره مع اشاره ساحه بيضاء، توجهنا في المكان لقينا المعني بالامر هما شادين واحد الضحيه كيزعلوا فلوس من الجيب ديالهم، خذوا المبلغ 3500 درهم وهذا تلقى. وقيت اللي شافوا درجات الناريه ديال الشرطه نادوا الفرار، تعاقبنا واحد منهم وهو كيحمل السلاح ابيض، شحال من مره ملي كنقربوا ليه كيعاود يضرب بالجنوب باش ما كندفعوا في الباب، ملي تحل الباب مباشره خرج بالجنوب في يدو ولا كيشير، تلقاو قدامه كيشير. انا من الناس اللي كنت في الاول الحمد لله كان جاي الدار الاوجه هزيت يدي بحال ما حبست على وجهي وطحت على البلاصه هذه، لو طون اللي العناصر شافوا بلي كيضرب جنب بداو يستعملوا في حقه اسلحه ناريه، تيراو فيه بقرطاس وتم الايقاف ديالو. هذا الفيديو الاخوان كان تقريبا في 2017، واحد الجاني سيدي كان تيتلقى المره تمايا وتيدي لهم داكشي بما يرضي الله. المهم سيدي عيطوا للبوليس وجاو، وتخيل معايا فاش تبعوه كانوا باغيين يشدوه ودخل لهاديك الدار، السيد خرج عندهم بالسيوفه وبدا باغي يكزر لي البوليس. واش البوليس غيسكتوا؟ لا، القانون والعرف وكل شيء حاليا تيعطي لذاك الموظف ديال الامن انه يستخدم السلاح الوظيفي ديالو باش يعتق حياته وحياه صحابو اللي معاه وحياه حتى دوك المواطنين اللي دايرين بهم، وكافه القوانين اولا المراسيم كتخول لهذا الموظف ديال الامن انه يستخدم السلاح الوظيفي ديالو متى توفرت الاسباب التي تتيح استخدامه.
استخدامه. وهنا تنهضروا على حاله الدفاع عن النفس. السيد كان باغي يقطع عليه عنقه ولا ما عرفت وجهه. وغير باش تفهموا واحد الحاجه، هاد رجال الامن راه عندهم واحد البريم خاص على هاد المخاطر، ولكن الاغلبيه تيقول لك باللي وراهم تيتخلصوا. دابا مثلا هذا خارج يحمي المواطنين، الا وقعت ليه شي حاجه لا قدر الله، زعما واش هذاك التعويض اللي غيعطيوه هادشي لا كان باقي حي كيوازي داك الخطر اللي تعرض ليه. مثلا غنعطيكم واحد المثال، واحد رجل الامن ساكن حدانا هنايا راه دائما يا اما مضروب يا اما مهرس. واش دابا نجيو نقولوا زعما راه تيتخلص؟ هاد الوظيفه ديال الاخوان انا كنسميها صراحه بالوظيفه التطوعيه، بانك كتطوع باش تحمي المواطنين بحال العسكر. المهم سيدي، الامن في المغرب كل مره سيدي كيلقاو واحد المشكل جديد اولا شي طريقه جديده يلاه بانت في ارتكاب الجرائم، فهنا كيولي لازم واجب على ديك المديريه ديال الامن انها سيدي تخرج لنا واحد الفرقه جديده خاصه لعلاج هذا المشكل، بحال مثلا الفرقه اللي قليل اللي تعرفها ديال البي سي اي او لا البي ار اي، وهما فرقه خاصه للتدخل السريع في حاله كانوا محتاجين بعض الرهائن او لا شي عمليه سطو خطيره على شي بنكه، او لا كيدخلوا ملي كتكون منعمه مدابزه مع ولد الشينويه. وشتي انت بديتي كتبزال تاني، ما تديوش على هذا الاخوان. دابا غادي ندوزوا لواحد القضيه اللي مهمه، هي المخابرات. هادو الاخوان غادي نخصصوا لهم حلقه خاصه، هما والفرقه ديال تفكيك المتفجرات وحتى الانتربول، وغادي نهضروا حتى على مهندس الثوره الامنيه الهادئه، وغنعطيوكم اسرار لاول مره غادي تسمعوها. فتاكدوا تكونوا مشتركين في القناه، التعليق ديالكم تحت. واحد جاي فيديو، نشوفكم فيديو الجاي. تهلاو وتفرج معاك في هذا الفيديو غيفيدك بزاف.